السلام. كل سنة وانتم طيبين. عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعة جايين لكم في الحلقة العاشرة من التحدي المعلومات والإنشاد الديني مع أستاذ عبد الله الجويلي وإيمان الجويلي. طبعا يا جماعة ايه رأيكم في الفيديو بتاع الأهلي؟ وأنا يا جماعة بصراحة أنا بتأسف لأهلي الزمركاوية، بس ما يزعلوش مني عشان أنا بحب فريق الأهلي بصراحة. يعني انت برضه بتقدري الزمالك لكن بتحبي الاهلي. عشان في عمك حكيم الحمر بيقول لك يا ايمان خليكي للناس كلها عشان الناس كلها بتحبك. ماشي. في ناس زملكاويه كده حبايبنا بيقولوا يا ايمان ما تنفعش كده يا ايمان، احنا عندنا بنحبوكي وما يبقاش انت مع الاهلي بس انت مع الاهلي بس ولا مع كله؟ مع كله. والاهلي طبعا حبيبي. مين رقم واحد؟ ده رقم واحد في العالم. طيب بص يا ايمان، هنبدا النهارده مثلا هنقول بالنسبه للمعلومات، للمعلومات. دايما يا جماعه المعلومات دي بحر كبير جدا جدا جدا، وانا بحاول ما اجيبش معلومات كتير، بحاول معلومات صغيره عشان بدي فرصه لايمان اكتر، عشان انها يعني ممكن تفوز حلقه ولا حاجه، يعني ممكن تفوز حلقه ولا حاجه. بص عندنا يا جماعه انا قاعد وهي واقفه على كده، هي قد كده عندنا واقفه قد كده اهو. لا يا جماعه عشان انا برنسيسه. قال دي برنسيسه. قال انت ايه؟ انا برنسيسه. برنسيسه. طيب بص يا استاذه، احنا لو احنا نتكلم على مصر، نقول مصر حبيبتنا كلها ومصر عندنا. طبعا انا من محافظه، انت مدينه ايه؟ انا مدينه حمام، محافظه مطروح، وانا بحب قوي اهلي من الحمام. يا سلام، اهلك كلهم اللي في الحمام؟ يعني كل الناس اهلك في الحمام يعني ولا ايه؟ صح؟ امال ايه؟ يعني انت بتحب اهل الحمام كلهم يعني؟ طب واهل الحمام دي محافظه ايه؟ محافظه مطروح. معلي صوتك. محافظه ايه؟ انا بنعتز وبنفتخر. انت بتفتخر ان انت من الحمام ومطروح كده اهو؟ طبعا صح. طبعا احنا بنفتخر وبنعتز جدا 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 ان احنا مدينه الحمام. مدينه الحمام ليها فضل كبير علينا. مدينه الحمام من اهلها كل اهلها كان بدو، ان كان صعيدا، كان فلاحين، اسكندرانيه، كل الناس ليهم كل الاحترام والتقدير ليهم. يعني الحمد لله رب العالمين تقدير جامد جدا. صح يا ايمان؟ لازم من حب الوطن يا ايمان ان احنا نحب الوطن بتاعنا حتى مهما كان صغير. يعني مهما كان وطنك صغير فانت عندنا تعتز بيه. في بلاد كتير قوي عدد البلاد بتاعتها او عدد سكانها قليل ولكن بيعتزوا جدا ببلدهم. بلد الشمال ده القليوبيه فيها اهلك يعني اهل قليلين؟ لا، القليوبيه طبعا من عدد السكان كتير. يعني في محافظات انا عندي. احنا نقول معلومه عشان خاطر ايمان، ان اكتر من المحافظات، طبعا محافظه القاهره هي اكبر محافظه في مصر. يعني طبعا القاهره هي العاصمه، اكبر عدد سكان هي، ثم اسكندريه، ثم انا عندي محافظات الدلتا فيها كثافه سكانيه عاليه جدا. اما احنا عندنا ايمان، احنا من محافظات حاجه اسمها محافظات الحدود. محافظات الحدود دي احنا خدناها برضه قبل كده، اللي هي على حدود البلد. حدود البلد. انا عندي 5 محافظات حدوديه، ومعانا تلاميذنا ابتدائي بيعرفوا كويس قوي. شمال سيناء، جنوب سيناء، في عندي محافظه البحر الاحمر، في الوادي الجديد، وفي محافظه الحبيبه مطروح. خلاص. انا يعني ايه محافظه حدوديه يا مان؟ يعني اطلع لبلد ثانيه. يعني عشان اطلع من مطروح بره لازم جواز سفر، يبقى بره. اما انا عندي حاجه اسمها حدود سياسيه. جواز سفر دوت وثيقه، يعني زي البطاقه كده بيبقى يتسجل عندنا. يعني لازم تكون متجوز؟ لا مش شرط عندنا، هو مش شرط. تمام. انت عندنا كل واحد متجوز او مش متجوز لازم يقول لي ايه؟ جواز سفر. يعني هو ومراته لازم كل واحد جواز سفر لوحده. كل واحد جواز سفر لوحده. ده ما يقدرش يسافر بره بلده الا بيه. تمام. طيب هنا قلنا معلومات بسيطه. محافظات حدوديه. مصر عندنا تقع في الشمال الشرقي لقاره افريقيا. مصر من قاره افريقيا. مصر عندنا يا جماعه هنا، مصر مفتاح افريقيا في كل حاجه. مصر لما دخل فيها الاسلام، اول دوله في افريقيا دخل فيها المسيحيه، اول دوله دخل فيها الاسلام هي مصر. يعني مصر عندنا متميز بحاجات كتير جدا. مصر متميز انها اول دوله دخل فيها المسيحيه. مصر اول طبعا جه سيدنا عيسى عليه السلام في رحله يا جماعه. عندنا طبعا احنا بنحترم كل الاديان، نحترم اخواتنا المسيحيين. هنا في سيدنا المسيح عليه السلام، والمسيح هو سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى اتولد في عصر الرومان. عارف ايمان؟ في عصر الرومان كانوا في فتره من فترات محتلين معظم العالم كله، وكانوا محتلين فلسطين وكمان مصر والكلام ده كله. فسيدنا عيسى عليه السلام اتولد في فلسطين، واتولد في عصر الرومان. عصر الرومان دول اصولهم من اوروبا. اصولهم منين؟ من اوروبا. فعندنا بدا ان هم كانوا في الوقت ده اضطهدوا فيهم المسيحيين جدا جدا. يعني كانوا بيظلموهم جامد جدا، وكانوا بيحاولوا، لسه ما كانش دوت، بيحاولوا انهم يقتلوا سيدنا عيسى عليه السلام. يعني الرومان واليهود حاولوا يقتلوا مين؟ سيدنا عيسى عليه السلام. فامه ستنا مريم العظيمه، واللي عندنا احنا بنجلها وبنحترمها، وفي سوره في القران باسم ستنا مريم.
رضي الله عنها، يعني سبحان الله طبعا. وكملوا النساء، يعني ستنا مريم من الذين كملوا، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال عندنا ايمان كملوا النساء عدد قليل، كملوا يعني هم قمه العقل وقمتها. كملوا النساء ستنا مريم ام سيدنا عيسى، اسيا امراه فرعون، ستنا خديجه امراه زوجة سيدنا محمد عليه السلام، فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم. دول 4 نساء كملوا، هم كملوا يعني عندنا ربنا كملهم بالعقل كده، اعظم الناس. طيب احنا طولنا كده معاكم بالنسبه للمعلومات. هنسمع بقى ايه ايمان بتحاول تحفظ انشوده جديده، بس طبعا هي ما بتعرفش تقول غير كلمتين 2 بس، يعني هي كلمتين 2 بس مش هتعرف. بص يعني لا، هتقول كلمه كده وكلمه كده بس. انا عايز بقى ايمان، هل انت عندنا بتغني لما بتنشدي بتتخيلي ان انت، هل انت ممكن تروحي يعني قبر سيدنا محمد عليه السلام؟ وهل انت بتتمني انك تروحي عندنا الكعبه والحاجات دي كلها؟ وبتمنى اروح المدينه المنوره. المدينه المنوره فيها قبر مين؟ سيدنا محمد. طب لما نقول سيدنا محمد نقول ايه؟ يلا قولوا معانا كده، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. خلاص؟ يعني لما نسمع اسم مين؟ سيدنا محمد نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم. مين اللي امرنا بكده؟ الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ ايمان هتعيشنا شويه مع سيدنا محمد عليه السلام، في حب سيدنا محمد عليه السلام. هنشوف الاداء، هنشوف الكلام ونكرشها بره، يعني هتغني وارميها بره على طول. ما انا هرميها اصلا بره. بص انا هعلم بالاحمر يا جماعه، بالاحمر غلط 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 كده. تمام اهو حط لها حبه اهوت عشان ابيضها شويه. تمام يلا نسمع كده امام اداء قوي بقى، ورينا. هم كلمتين بس هتقولهم يا جماعه، ما تعرفش غيرهم عشان انا يا جماعه لسه بحفظها يعني. ورينا. اهو من بقى لها شهر يا جماعه مش عارفه تحفظ حاجه. اهو اتفضل، انا بشتكيكم بشتكيها ليكم. ورينا الاداء بقى هيعمل ازاي. ماشي. الأغنية دي بهديها للناس اللي في مكة المكرمة في المدينة المنورة. محدش اخبارك، محدش عارفك. اللي في قبر النبي. المكان اللي في قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما يا ايمان لما تقولي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اوعى يا جماعه حد يقول محمد، محدش يقول محمد خالص عشان ياخد ذنب. لان امر الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا لما نخاطب سيدنا محمد نخاطبه بكل احترام وتقدير. فلازم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. يلا كده قربي كده شويه، قربي محمد وسمعنا يعني كده، ورينا بقى اللحن، ورينا يا عم مش عارفه دي. يا زائرين النبي خذوني معاكم، تركبوا البواخر والله وامدحنا وياكم. يا زائرين النبي خذوني معاكم، تركبوا البواخر والله وامدحنا وياكم. وادعي لي ياما من فوق البواخر، ودعت لك يا ابني تيجي بالسلامة. يا زائرين النبي خذوني معاكم، تركبوا البواخر والله وامدحنا وياكم. وحشه طبعا، وحشه طبعا، إيه؟ وحشه. ده انا بقى هسافر بالبواخر، البواخر يا جماعه المراكب، انا هسافر بالطياره بقى، احطها على ديل الطياره كده وازقها مع الطياره كده عندنا، صح كده؟ لا طيب ماشي، انا مش هاخدك معايا. تاخدي معاك فين؟ لما حد يطلب لي ده راح. يعني تقدري تسيبي بابا؟ يعني حرام بابا ما تاخدنيش معاك يعني؟ انت عملت تقول لي ما انا احطك على جناح الطياره عشان ما تاخديش كرسي. ما تاخديش انت، ما انت قد كده ما تاخديش كرسي، انت حرام يدفعونا قد كده تدفع كرسي ولا هتاخديها على حسابك؟ انا اللي هدفع. هي فاكره نفسها يا جماعه هتطلع ايه، هتبقى منشده بقى ومش عارف ايه وعندها وبتاع. بصوا يا جماعه ما طبعا بحبش اتكلم عن نفسي كتير. لا والنبي روح. طبعا يا جماعه بصوا ايمان، طبعا الحمد لله رب العالمين احنا حاليا داخلين على 980 مشترك، الحمد لله قربنا الحمد لله. محتاجين بس دعمكم وحاجات بسيطه عندنا عشان ايمان تبقى كويسه. طبعا انا مش سايب قناتي، سايب القناه بتاعتي، انا غلبان بقيت انا 670 مشترك ولا حاجه بتاع، ودي بقت يعني دي طبعا اعلم لكم عليه يعني خلاص احسن اهو ده هو. ماشي طيب. حسابنا تحت يا جماعه. تحت ايه؟ هو ما تقدرش تتكلم اصلا، احطها في علبه كده ولا حاجه دوت. طيب عشان ما نطولش عليكم النهارده كده يا جماعه، احنا يعني ايه طبعا مع بعض حاولوا عندنا، يا ريت في التعليقات تقولوا لنا ملحوظه فكره، يا ريت لو سمحتوا عندنا ايه، قول يا من لاصدقائك ما عندنا، انت محتاج افكار محتاجين يعني مثلا حد محتاج يقول انشوده وطنيه، دعاء مثلا زودوا لنا عن معلومات. انا عارفه ان اليوتيوب مش بيجيب تعليقات كتيره ولا لايكات كتيره ولا اشتراكات كتيره، الفيس اكتر. بس يا جماعه لو انتوا دخلتوا اعملوا سيرش على ايمان الجويلي، انتوا بس يا دوبك هتتكوا. حلو سيرش ليه يعني بحث يعني بتتكلم انجليزي يعني تكوا اشتراك وفعلوا زر الجرس. مش الاشتراك ده مش بفلوس على فكره.
يعني ما يدفعوا اليوتيوب يعني اهم حاجه. بص يا جماعه، احنا ان شاء الله الرحمن باذن الله يعني بنحاول نتطور. احنا بنقول ايمان طبعا لسه احنا في تدريب لسه ايمان ما وصلتش لحاجه معينه الا لسه. بدعائكم، ويبقى عندنا توات. ايمان لسه اتدرب، ايمان قدام وقت كبير، لكن زي ما قلنا قبل كده لو سمحتوا لو حد عنده افكار، حد عنده حاجه كويسه، حد يدلنا على مكان ايمان ممكن تطور فيها نفسها اكتر دوت، هنستنى منكم في التعليقات. ما تحرموناش ان انتوا عندنا من ان انتوا متابعه الايمان. قول يا ايمان بقى، اختمي بقى ايمان، يلا كده عندنا يعني. طبعا يا جماعة طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنى حلقات كتيرة من الفيديوهات، وانا اللي هاخد ويا عم الصوت اوعى على بقى، اوعى يا جماعة الفيديو الجاي هطرده بره على فكرة، ترد مين ده؟ انا ترد من وهعلم على البيت وشه اصلا. كمان. لا. وهحط على وشه. حط على وشه. بص يعني وريني كده عندنا كده، يلا بص. بص يلا وريني كده يلا. عشان تصلح غلطتها بس كده وبتاع. باي يلا، باي يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.